نرحب بكل من ينضم والتحق بنا الان اختار قناه شروق تي في. برنامجنا الصباحي صباح شروق من روسيكا بارك، هذا المخيم الصيفي، هذه القريه السياحيه، ماشي صيفي على طول المواسم، هذه القريه السياحيه والمنتجع السياحي المتواجد في سكيكدا التي تعتبر كانها قطعه من الجنه. مناظر خلابه فيها، سحر وجمال البحر وروعه هذا المكان ننقلها لكم من خلال برنامج صباح الشروق. وزاد جمال برنامجنا وجعلنا منه جنه للاطفال بحضور مجموعه من الاطفال مبدعين. برنامج صباح الشروق راح نتعرفوا عليهم، نعملوا اضاءه جميله حول كل ابداعاتهم، مساراتهم، نجاحاتهم. صح صلاح؟ فعلا. وجونا من سطيف لانه سكيكدا عباك الجميع في سكيكدا انه قريبه على كل المدن الكبرى تاع الشرق، قريبه على سطيف، قريبه على سكيكدا، قريبه على قلمه، قريبه على عنابه، قريبه على كل المدن تاع الشرق الجزائري. جونا من سطيف وليدات عامر فعلا. وجاتنا السيده وهبه عداله اللي تعتبر مستشاره ثقافيه، مكتشفه للمواهب وكثير من الحاجات الاخرى اللي حنتعرفوا عليها في هذا العدد. اهلا بك. مرحبا بك. مرحبا. شكرا لكم. نورتينا بحضورك. الاستضافه الجميله. شكرا حضورك. اهلا بكم في هذا النهار المشرق. نعم. ثاني مره بصباح الشروق. ثاني مره في الله صباح يبارك الشروق. ما شاء الله. دائما مع مواهب جديده. ما جيتيش وحدك، راكي زينتي لنا البلاطو بجوائز، ولكن جبتي لنا اصحاب الجوائز هذو. اول مره مع سيد لطفي كنت مع موهبه واحده، والان مع شوف ما شاء الله. مواهب ما شاء الله. كما نقولوا احنا البدره انبتت ما شاء الله. نعم. هذا النهار يعني جميل جدا وبرنامج مشرق حقيقه، بيقدر يطل على قلوب كل الجزائريين بالعفويه بكميه المعلومات. الحمد لله. هذا هو السر يعني اللي خلى ايضا ضيوفنا اللي نختاروهم بعنايه، وضيوفنا يزيدوا يبينوا لنا كل ما هو تميز خلال نجاحاتهم، نجاحات كثيره ساهم فيها اطفالنا وساهمتوا فيها انتم كمدرسه ترفقوا من خلالها الاطفال. مدرسه الوهيباء هي في الحقيقة أولا معكم مستشارة ثقافية في شباب والرياضة من ولاية سطيف، مكتشفة مواهب الأطفال أو مختصة في اكتشاف مواهب الأطفال. هي مدرسة الوهيباء. في الحقيقة أنا لا ما عنديش مدرسة، وإنما نعم هي مدرسة الوهيباء. هو الوهيباء اسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فعندي مجموعة كبيرة من الأطفال اللي دائما هم الفوج معايا. إذا درت دورات تكوينيه في دور الشباب يجيو معايا، اذا درت في اكاديميه يجيو معايا. هم نفسهم ولا في اخرون؟ اليوم لا كاين حوالي 100 شخص و100 موهبه. قولي لنا اليوم سميتهم مدرسه. اليوم واش جبتي لنا؟ طيب اليوم جبت لكم 5 مواهب ما شاء الله. هاك قبل ما نبداو نعرفوا بهم سيد لطفي وسيد صلاح، انا عندي كتاب الواثق. هو كتاب الواثق هو اصدار جديد. هذا الاصدار الجديد هو منهجيه مفصله موجهه للمربيين من اجل تدريب الاطفال في مجال الصحفي الصغير. يعني هو هذا اول مستوى في مجال التنميه الذاتيه، مختص في اكتشاف شخصيه الاطفال وتوجيههم وتكوينهم اعلاميا. كأنه منهج برنامج. هذا برنامج كامل. هذا البرنامج غير موجود في أي مكان. هذا من خلال تجربتي الخالصة، يعني تجربتي الخاصة خلال 15 سنة. استطعت أني نكتشف بعض التمارين، بعض النشاطات اللي كنت من خلالهم أكتشف مواهب الأطفال فدونتهم. أنت واش مجال تخصصك؟ ما درتيش صحافة؟ لا أنا أدب ليسانس أدب عربي، لكن الصحافة كانت هكذا يعني. أكيد احتكيتي مع صحفيين أكيد اللي ربما من خلالهم أكيد اكتسبتي ضوابط عالم الصحافة. التنشيط كان التنشيط كبداية لي لدخول مجال الإعلام. الله يبارك. ولقائك الأول مع لطفي هو اللي خلاك ربما تنتقل. أكيد. محطات أكيد، وراح تعيشي محطات عديدة وكثيرة في عالم الاطفال، بما انك دخلتي هذا العالم. وجاتنا طفله ما شاء الله عليها. شوفي ذا الميكروفون يانيس. اوكي. My name is Mukhtari Mariam and I am from City. Welcome. ما شاء الله. You are from City. How old are you? I am 11 years old. الله يبارك ما شاء الله. وشنو هي الحاجات اللي تعرفي ديريها من غير اتقانك اللغه الانجليزيه بامتياز؟ I enjoy writing stories and novels in both English and Arabic. الله يبارك. شنو القصص تاعك اريم؟ هذا هو تاع الانجليزي، هذا تاع العربيه عطيه لي. وعندك اصدارات تعلمي الاطفال اللغه الانجليزيه. Yes. هذا اول كتاب لك. انت تكتبي هذه الامور؟ Yes. الله يبارك. هذا تعليمي، وراهي بدات مع خواتاتها صغار تبدا تعلم فيهم بالانجليزيه. اوكي تفضلي معليش نكملوا مع ما شاء الله. شرحي له اريم. اشرحي لنا الكتاب هذا. Here you write about you.
things about you, things you like it, things you hate it, things your name, your birthday. Right? تعلميهم الكتابة وتعلميهم التعبير من خلال هذا الكتاب. يتعلموا الحروف والكلمات والأرقام. ما شاء والقصه الله. ايه And here اوكي. shapes and letters. نشوفوا كل الرموز، الحروف، العائلة من تتكون. واش دفعك تتعلمي الانجليزيه وتخلي اطفال من عمرك يتعلموها؟ My sisters. I think them. البنات خواتاتك؟ نعم. ايه كبار في العمر عليك؟ صغار. صغار؟ وفي المدرسة تهضري انجليزي ولا عربي؟ مع اللي يقراو معاك؟ عربية. عربي بالعربية. بغيهم نشراكم ها؟ باش يعرفوا باللي صح جيتي لنا رحبي بهم بالعربي. هكذا دايرين في بالهم بلي جيتينا من الانجليز. بالعربي. رحبي بهم، اهلا وسهلا. في أي مدرسة تدرسي؟ مدرسة بالخير حسن. ايه كم سنة يبارك. تقراي؟ 5. سنة خامسة. وراكي مليحة في الدراسة؟ نعم. لغة عربية وإنجليزية ماشي برك إنجليزية. نعم. واش من عام بديتي تقراي إنجليزي؟ في المدرسة. في الدار ولا في حياتك بعد الكل؟ في المدرسة في حياتك في الدار؟ ملي كنت صغيرة. وانت- 4 years old. وانت تهضري الانجليزي Yes. من سن 4 سنوات. ما شاء الله. مريم الله. وين حابه توصلي بالانجليزي ديالك ولا في بالمواهب اللي عندك؟ واش حابه تخرج مريم كي تكبر؟ مختاري مريم. writer or طيبة. yes. مهن dentist. صيدلانيه. ما شاء الله. لا، طبيبة أسنان. طبيبة أيوة. أسنان. وكاتبه. نعم. ما شاء الله ما برافو شاء عليك. الله. زيدي عرفينا شذا. اللي جنبك. هيا تفضلي. هذه عندها كاريزما تاع صحفيه تاع منشطه مقدمه. شكراً جزيلاً. سهره وايمان هذه. مرحبا بك. شهادة أعتز بها. الله يبارك. الاسم الكريم. السلام عليكم ورحمة بلا ما الله تغيري من تعالى صوتك. وبركاته. بلا ما صوتي تغيري من صوتك. صوتي نعم. ايه ما شاء الله. ابدي. معكم الصحفية الصغيرة والمنشطة لمختلف التظاهرات الثقافية مقدمة. شذا داودي، خريجة برنامج الواثق والفائزة بالمرتبة الثانية في أولمبياد فتيان القراءة بولاية سطيف، ما شاء الله. والمرتبة الأولى في يبارك. مسابقة التقديم التلفزيوني والتنشيط على الركح، وإن شاء الله سأمثل ولاية سطيف أحسن تمثيل في مسابقة المنشط المبدع الميكروفون الذهبي بولاية البوليدة. ما شاء لكن الله. شذا عندها ترحيب مميز جيتينا به، مقدمه مليحه يلا جيتينا تفضلي. به. هاي كاميرتك هذيك على ما اعتقد ليل هي. عند ايوب هاي هاي تفضلي. كاميرتك. صباح الخير والأمل. صباح الخير جمهورنا الكريم لكل من يتابعنا الآن عبر شاشة الشروق. من الصيف العالي أتيتكم بشغف كبير، بحلم يسعى لأن يترك أثرا حقيقيا لا يمحى بسهولة ويترك أثرا. شكرا جزيلا لكما الإعلاميين نورتينا. الخبيرين نورتينا. شكرا لك سيد يعطيك الصحة. صلاح سيد لطفي أهلا بك. على استضافتي. شكرا على هذه الاستضافة نورتينا. الكريمة. أكيد ما شاء راح تجمعنا الله. لقاءات أخرى وعديدة وكثيرة. إن شاء الله. اعتقد على النسخه اللي على 4 سنوات ولا 5 سنوات تاع مذيعكم حتبيعها. في مذيعكم إن شاء ما الله. شاء الله. النبية. إن شاء هي الله جاءتنا بحلم انه يكون عندها برنامج. ان شاء الله كل التوفيق فتحوا نتمنى لنا نافذه باش بزاف راهم يراسلونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اول ما شافوا برنامج صباح شروق طلع عليكم من سكيكدا، حطينا لكم فرص. اعلان قلنا لكم لكل واحد عنده موهبه. التقديم والتنشيط كاين برنامج خاص بهذا على الشيء، قناه صح. شروق تي في. برنامج مذيعكم راح يطلع لكم ان شاء الله في طبعته الثانيه، شاء الله. وراح يتم الاعلان والترويج لهذا البرنامج قريباً إن الضخم شاء على الله. قناه الشروق تي في لنكتشفوا من خلاله مواهب التقديم والتنشيط فوق الركح امام التلفزيون والميكروفون ايضا. بالتالي بقوا تبعوا في كل ما ينشر عبر منصات قناه شروق تي في من عبر الفيسبوك التيك توك والانستغرام. مكملين في استقبال ضيوفنا المواهب. المميزين تعرفوا على مواهبنا. هذا انا خفته، عنده نظره حاده يا ما شاء الله. لطفي. على السلامه، مرحبا بك. مقدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الكاميرا زياد. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة معكم الصحفي والمنشط المبدع الواثق عطيف زياد، أهلاً. صانع محتوى عبر صفحة الفيسبوك الصحفي والمنشط المبدع عطيف زياد، الله يبارك. متحصل على عدة شهادات، بطل ولائي في رياضة الكونغ فو ووشو،
وبطل وطني في رياضة الجيت كاندو كالي. بطل وطني ما شاء الله. الله يبارك. هاو علاش خفتك خويا، عندك نظره حاده تاع مصارع. البطولة الوطنية وقتاش تحصلت على اللقب؟ العام الماضي. العام الماضي ما شاء معنا الله. بطل وطني، بطل جزائري. ما شاء الله ما شاء الله. الله ومقدم يبارك. حصة واش عندك حزام؟ خلينا نبداو في الرياضه وبدروا على الحاجات الاخرى. واش عندك حزام في الكونغ فو؟ أحمر. احمر. الله يبارك. ما شاء حزام الله. احمر. إيه. الحزام الاحمر يجي بعد الاسود. لا البني بعد البني. اعطينا التدريج تاع الالوان واش كاين كامل؟ ابيض. الأبيض من بعد الأصفر أصفر. تكون مثل طبقات. ايه بعد التشيني مثل طبقات، من بعد من الأحمر من 5 طبقات، من بعد البني من 8 طبقات، ومن بعد الأسود من 12 طبقة. طموحك اكيد الاسود. نعم قدوة أبي. ربي ان شاء الله يا رب. الله يبارك. نشط قلت لنا واش عندك برنامج؟ مقدم حصة أشبال سطيف في إذاعة. الله يبارك تحية ما شاء الله. لكل- زميلنا. تحية لكل زملائنا الإذاعات الإذاعة الجهوية. الوطنية والإذاعات الجهوية. نورتنا بحضورك. نعم وعضو في شبكة ندى لحقوق الطفل. ما شاء الله عليك. الله مرحبا يبارك، بك. ما شاء الله وانت اليوم عليك. راك عضو هذا الفريق اللي راه معنا في برنامج صباح شروق. نعم، نزيدوا شكرا. نتعرفوا على صاحبك من هنا؟ المبدعة الواحد زوج ثلاثة الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين قائدنا قدوتنا محمد الأمين اللهم صل. صلوا وسلموا عليه أزكى التسليم. ما شاء الله. يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم فأهلا وسهلا بكم. معكم الإعلام الصغير بالنعم جواد أبلغ من العمر 7 سنوات شغوف بالعلم والمعرفة من ولاية سطيف. ما شاء مرحبا الله. بك. كأنه محسن بوزارتك صغير. تحيه المحسن. تحية محسن. هاد بعثه له. محسن بوزارتك صغير. اعطيني هذا الكتف اللي بعثه المحسن. ما شاء الله عليه. خلاص ما محسن نقولوا له بعد ما تبنيت موهبه لينا زيد تبنى موهبه جواد. تحياتنا ليه محسن زميلي وصديقي وحبيبي محسن. عندك واحد الخرجات. محسن قالوا محسن. خلاص مرحبا بك نورتنا. اهلا بك. كم سنة تقرا؟ انا تقرا في المدرسه واش تقرا؟ ثانيه. سنة ثانية ما شاء الله عليك. الله يبارك ما شاء الله. المنشط لازم يكون عنده صوت قوي. ايه. عيط باش نسمعوك مليح. كم سنة تقرا؟ الميكروفون يخرج صوته. السنة الثانية. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. عليك. نزيدوا نتعرفوا على اخر موهبه عضو اخرى معنا. بالميداليه وكل شيء. على سلامه. جابت لنا بزاف كؤوس. شوف الوردة ما شاء الله عليها. يا صباح النور والفل والياسمين وكل الورد الجميل على أحلى متابعي صباح شروق. معكم بطلة الحساب الذهني الواثقة الصحفية الصغيرة بوغابة أريم من ولاية سطيف. شرفت بلدي الجزائر في كثير من البلدان مثل قطر دبي تونس وتركيا. الحمد لله وحصلت عن المراتب الأولى والحمد لله. شكرا لكم عن الاستضافة. مرحبا بك. شكرا لك. نورتينا متألق. الله يبارك. أكيد. ولابسه ميداليات. احكي لنا على الميداليه اللي لابستها. كؤوس. هذيك الميداليه احكي لنا عليها. قربي الميكروفون. وطنية. بطولة وطنية وين بطولة كانت هذه وطنية. البطوله الوطنيه؟ في سطيف. في سطيف. الله يبارك. لطفي لو تلاحظ او السيده وهيبه عندهم موهبه اوكي ولكن حضورهم وشخصيتهم بينت هذا قوية، الشيء. صح. حضورهم جميل جدا. راهي كبيره على سنهم ما شاء الله عندها عليهم. الكثير من الميداليات. ما شاء الله. هي دائما وعندها هي في كتاب الميداليات ثاني. في تركيا قولي في لنا عندها قطر. كتاب ثاني اصدار. لا هذا تاع السروبان. وشنو هذا؟ مش عارف فيه به. عارفين هذيك صورتك تسمى القصه ديالك. هي عملت امنيات على شكل كتاب وصممته الله يبارك. بالتصميم. توصي لنا نشوف نتعرف افتحي ريان بالورقه. اميره راهي في افتحي شكل بالورقة. اميره. عالم شاء الله. الاميرات. زيدي. شوفي انا نجي لك نشد لك الميكروفون وعارفين هاتيني فوالا هيا عارفين واش كاين في القصه ديالك. مملكة الحلوى حديقة اليونيكورن بحر العميقة أرض العجائب قصر الجليد ومسرح البالي. هادو انت حلمتي بهم ومن بعد حنشوفهم في الكتاب ديالك. تفضلي قلبي لنا صفحات. هيا نعاونك. اوهو شو دارت صورتها طبيبه. شوف الاحلام اللي عندهم شبابنا وابنائنا. الله يبارك. الواثق يعلمهم احلام كبيره. كيف انت كيفاش تكتشفي بالواثق. سيده وهيبه انا والله حاب نعرف كيفاش تكتشفي هذه المواهب ديالهم. هل تفتحي الباب للاولياء هم يجيبوا لك اللي عندهم مواهب ولا تروحي للمدارس تنتقي هذه الازهار اللي انا نشوفها اليوم؟ كيف انا
يعني في الحقيقة أنا متجهة كثيرا لمجال التنمية الذاتية. التنمية عندك ميكروفون. مجال التنمية الذاتية اللي قدرت من خلالها نكتشف بعض الأسس اللي نخلي الطفل يخرج الموهبة تاعو. نخليه. ونزيدكم حاجة ثاني، المدرب هو ليس معلومات يقدمها، بل هو علاقة تربطه بين متدربه. فإذا المتدرب حب هذاك المدرب قدر يحكي له كلش، قدر يخرج الإبداع اللي فيه. وين اكتشفتهم؟ في دور الشباب وفي الورشات والدورات. نوادي عندنا في دور شباب ما شاء الله، عندنا نوادي صحفية صغير، عندنا عدة نوادي. المسرح، فالمسرح كان من بداياتي أنا منذ 2012 دخلت قطاع شباب والرياضة. كان اول نادي لي هو المسرح. طيب من بعد المسرح استعملت التنشيط. ونشوفوا بلي الاولياء داعمين لهذا المواهب ابنائهم، لانه لو ما كانش دعم الوالي والاب والام ما يلحقش للسيده وهبه. كثيرا. وهبه ايضا مبدعه في عالم فن الماريونات، صح؟ صحيح. يعني قبل الماريونات عندهم كلمه على الحرائق. خلينا يعني مازال الحرائق، يلا نبدا. ايه الحرائق، لانه موضوع يعني مهم موضوع جدا. موضوع فعندهم كلمه بعد ما يخلصوا الكلمه تاعهم عندهم نشره اخبار هكذا دقيقه. ما يكفي. اي ما عليه دقيقه. راح نكتفي بالكلمه اللي راح تقدموها كلمه على الحرائق. يلا واذا كفانا الوقت حنديروا حاجه اخرى. تفضلي. شكون يحتاج الميكروفون فيهم؟ يلا الاول اعطيهم. ابدا على الحرائق. اوكي. عيط بزاف. يلا. حبيت نوجه رسالة من القلب لكل جزائري: اسمعوا صوتي قبل ما تسمعوا صوت النار. غاباتنا كنز وثروة وهي بيت للحيوانات ومتنفسة لنا جميعا، فلا نخسرها بسبب تصرف بسيط أو إهمال. فلنجعل أصواتنا أعلى من ألسنة اللهب، ولنعمل جميعا من أجل جزائر خضراء وآمنة. الله برافو. شكون ثاني؟ تفضل. لا ترمي السيجارة على الأرض لأنها ستشعل حريقة، ولا ترمي النظافة ولا ترمي النفايات على الأرض، فالنظافة مسؤولية للجميع. Do not break the bottle glass and leave it in the forest. It may cause fires and hurt animals. الله يبارك. يلا تفضلي. ازرع شجرة تحصد ثمرة، واحذر نارا قد تجعل الأرض مدمرة، فشرارة صغيرة قد تشعل كارثة كبيرة. فلنحمي أرضنا ونصون طبيعتنا الغالية، ولنجعل من الوعي والحذر رسالة مستمرة. فمن يحمي الشجرة يحمي الحياة، ويصنع غدا أجمل لنا وللأجيال القادمة. والغد المستقبل مشرق وأجمل لكم جميعا. مشاهدينا الكرام، نرفع أيدينا فلتدعوا معنا. اللهم اجعل هذه الحرائق بردا وسلاما، وارحم أهلنا ورجال الحماية المدنية. اللهم آمين يا رب. شكرا لكم جميعا، يعطيكم الف صحه وعافيه. شكرا سيده وهبه، نورتينا. والشكر الموصول لكل الابناء، ابنائنا مستقبل مشرق نتمناه لكم جميعا. كل النجاحات نعيشوهم مع بعض. نورتمونا. مازال صباح شروق متواصل معكم في كيكدا. ماذا بينا تزيد تحضري معنا السيده وهبه، عرض ماريونات حكواتيه، نشرة اخبار، كل شيء راح نديروا في الايام الجايه ان شاء الله. يعطيكم الصحه الاولياء، يعطيكم الصحه. رايحين على فاصل مشاهدينا، كويز نتعرفوا من خلاله على الفائز بهديه